تزوجت امرأة من تاجر غني يملك محلا كبيرا يبيع فيه الأقمشة والملابس، لكنه كان شديد البخل. وذات مساء اشترى الرجل دجاجة وطلب من زوجته أن تطبخها ليتناول جزءا منها على العشاء. وبينما كانا يأكلان سمعا طرقا على الباب، فرح الزوج فإذا برجل فقير جائع يطلب لقمة يسد بها رمقه، لكن التاجر نهره بقسوة وصرخ في وجهه وطرده خالي الوفاض. قال الفقير بهدوء: سامحك الله يا سيدي، فلولا الحاجة ما طرقت بابك. ثم أغلق التاجر الباب بعنف وعاد إلى طعامه. التفتت الزوجة إليه وقالت: أما كان يمكنك أن تعطيه ولو جناح الدجاجة؟ فأجابها بغضب: أعطيه جناحا كاملا؟ أجننت؟ قالت بحزن: إذن على الأقل قل له كلمة طيبة. ومرت الأيام، فإذا بحريق يلتهم متجر التاجر وكل ما فيه من بضائع، ليعود إلى بيته خاسرا لا يملك شيئا. قص على زوجته ما جرى فواسته وصبرته، لكنه قال لها: اذهبي إلى بيت أبيك، فلم أعد أستطيع الإنفاق عليك. ثم طلقها. لكن رحمة الله واسعة، فقد تزوجت تلك المرأة من رجل كريم رحيم بالفقراء، لا يرد سائلا ولا محروما. وذات ليلة بينما كانت تتناول العشاء مع زوجها الجديد، طرق الباب سائل جائع، فقال لها الزوج: أعطيه إحدى الدجاجتين تكفينا واحدة، فقد أنعم الله علينا ولا نرد من يلجأ إلينا. دمعت عيناها وأعطت السائل ما طلب، ثم عادت باكية. سألها زوجها بحنان: ما الذي يبكيك يا عزيزتي؟ فأجابته: إنه زوجي الأول، التاجر البخيل الذي طرد سائلا جائعا يوما دون أن يعطيه شيئا. ابتسم الزوج الكريم وقال: يا زوجتي، إذا كان السائل الذي طرق بابك بالأمس هو زوجك الأول، فأنا السائل الذي طرده. سبحان الله، الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، فلا تتكبر بما تملك، فالعاطي الوهاب إن لم تحسن شكر نعمته أخذها منك.